كوكو حبيباتي، جبت لكم وصفة بزاف سهلة للسيباستيا وين تقدروا ديروها كامل. تبعوا معايا تشوفوا طريقة التحضير. نبداو بأول حاجة واللي هي 600 غرام تاع الجبن الكريمي. نزيدو معاه 150 غرام تاع السكر العادي ونخلطو بالباتور. هنا لازم تبقاو تخلطو بالباتور، ما تحبسوهش خلاص حتى وين يذوب معانا هذاك السكر. شوفوا لي هنا القوام كيفاش راهو. من بعد نروح نزيدو البيض. انا لهنا راني حبست الباتور باش نوريلكم برك، بصح نتوما ما تحبسوهش وزيدوا بالبيضه وخلطوا. نبقاو نزيدو غير بالبيضه الوحده، ما نلوحوهمش كامل على دفعه. كما راكم تشوفوا حتى يتخلطوا مليح ونزيدو عليهم. بعد ما تخلطنا البيضه مليح نزيدو معاه 300 ملي تاع كريمه سائله ونكملو نديرو بالباتور كما راكم تشوفوا. هنا عندي مغرفه صغيره تاع لافاني مع رشه تاع الملح. بعد ما تخلط كلش مليح نزيدو لهنا 30 غرام تاع الفارينه، نلوحوها على دفعه واحده ونخلطوا المكونات كامل مع بعضهم مليح. هنا بعد ما خلطت انايا كلش مليح نحبسوا الباتور، وجبت انايا مول كيما هذا نديرو فيه لازم البابي كويسون باش ما تلصقناش من بعد كي نجيو نحيوها، ونفرغوا الخليط لداخل. انا درتو طالع شويه باش هي كي تطلع تجي سواسوه هي والكاغط. كما راكم تشوفوا لازم القوام تاعها يكون معاكم كيما هكذا كيما راهو عندي. وهنا رايحه نديها للفور على 220 درجه. شوفوا لهنا كي طيب لكم لازم يبقى الوسط تاعها كيما هكذاك، وتخليوها ترتاح وتخليوها تولي بدرجه حراره الغرفه قبل ما تدوها للفريجيدير. نحوها من المول. هذاك المول رايح يكون بزاف سهل. هنا بعد ما بردت لنا حطيتها بردت بدرجه حراره الغرفه ومن بعد ديتها للفريجيدير. بعد ما بردت في الفريجيدير 4 سوايع خرجتها ونحيت لها البابي، يعني راه البابي كويسون هذاك راح يتنحى معاكم بكل سهوله. هنا قسمناها وراني راح نوري لكم البرد تاعها كيفاش يجيكم. هذه هي كيفاش خرجت لي البنات، وهذه هي وصفتنا تاع نهار اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم وجاتكم سهله وتجربوها. ما تنساوش تجربوها، تبعثوا لي نشوفوا. باي باي.